رفض الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر استقالة سلمى القريني مدير الكرة التي تقدم بها البارحة احتجاجا على تصريحات تلفزيونية قالته وكانت من نائب رئيس المكتب التنفيذي الأمير طلال بن بدر. وفي تبريره لرفض الاستقالة أمام شرفيين يطالبون بها، قال الأمير فيصل بن تركي بحسب مصادر العربية إن الشرفيين المؤثرين والداعمين يرغبون ببقاء القريني وأن رأيهم هو المهم. أذهب بهذا الخبر إلى الرياض. يلتحق بنا من هناك الآن السيد طارق بن طالب المتحدث الرسمي باسم نادي النصر. سيد بن طالب، أهلا بك معنا. أريد أن أسأل أولا يعني هذه الاستقالة رقم كم في مسيرة القريني؟ والله ما أدري، أنا ما عديت، لكن أنا على تساؤلاتك اللي أنت قلتها. طيب يعني أبغى أسأل أولا الاستقالة متى قدمت ومتى رفضت ولم تعلن؟ يعني إحنا البارح قلنا أنها مصادر خاصة ولكن لم تعلن من جهتكم، أنت كمتحدث رسمي لم تكن شفافا مع جماهيرك، لم تعلنها. استقالة قدمت من قبل سلمان القريني ورفضت من رئيس النادي. طيب لماذا لم تعلنوا ذلك؟ أول واحد يسألني أنت. كيف يعني؟ أول واحد يسألني أنت. إن أسألك لماذا لم تعلنوا؟ أي أول واحد يسألني في القصة هذه أنت يا رتاس. يعني ما حد يدري؟ لا، أول واحد يسألني. طب أنا أسألك الحين ليش ما تعلنون أنتم؟ ليش ما أعلنتوا أنتم؟ يعني كأنت كجهة متحدث رسمي ليش ما خرجتوا كنتم شفافين مع جماهير وقلتوا ترى سلمان القريني البارح استقال وإحنا اليوم رفضنا، وتكونوا واضحين معهم؟ ليش؟ شو المشكلة بالنسبة لكم؟ لا ما في مشكلة، أنت الآن قاعد تسألني وأنا قاعد أجاوبك. طيب ما جاوبتني، أنا قاعد أسأل بس أنت ما تجاوب. يعني أنا مو كل شيء يصير في النادي نطلع نوضحها للناس وكذا وكذا، هذه أمور داخلية. عندما تقبل الاستقالة ستعلن قبول الاستقالة. طيب ايش رايك في تبرير الامير فيصل بن تركي رئيس النادي بانه شرفيين مؤثرين هم الذين طلبوا ببقائه؟ لا انا اعتقد انه هذا اجتهاد منك يا بتال، لكن لحظه خليني اوضح شيء. هذا ايش؟ اجتهاد منك يا بتال. تفضل. ما قولته الامير هذا اجتهاد منك. تفضل. طيب عطنا الصح، اذا هذا اجتهاد عطنا الصح. انا ودي اوضح التالي. اول شيء ان اعضاء الشرف جميعهم مؤثرين وجميعهم اعلنوا وقوفهم خلف الامير فيصل بن تركي. جميل. وانه هو المسؤول الاول عن شؤون اداره النصر. جميل. المرحله الحاليه. ووضعوا ثقتهم التامه في الامير فيصل بن تركي، وفيصل بن تركي وادارته يقدرون ما يقدمه الاستاذ سلمان القريني من عمل اداري بحت. أيوة. الفريق. جميل. قد يكون الاستاذ سلمان القريني له محبينه وله معارضين، ولكن في النهايه انا اعتقد المسؤول الاول في الفريق هو رئيس النادي. طيب ممكن اسالك سؤال اخر يعني خارج هذا الموضوع بما انه ما في اجابه واضحه؟ هذا ما وضحه جميع اعضاء الشرف. طيب ممكن اسال الامير طلال بن بدر اعلن رايه، ولكن الامير طلال بن بدر رجل مثقف وديمقراطي واعلنها ان الامير فيصل بن تركي هو المعني في اداره الفريق. طيب سؤالي التالي، كيف عرفت انت باستقاله طارق بن سلمان القريني؟ من اللي قال لك؟ شلون؟ من نقل لك الخبر؟ من قال لك انه سلمان القريني استقال؟ والله انا اعرف الخبر وانت استفسرت مني ورديت عليك يا بتال. ممكن نعرف طيب من يعني مصادرك في الخبر؟ ما اعتقد انه انا طالع تحقق معي من قال لك ومتى قلت وليش ما انت سالتني سؤال وانا اجاوبك بكل احترافيه عليه. طيب ورك عصبت؟ انا ما قلت لك اني احقق معك، ورك عصبت. ما عصبت، تقول لي متى عرفت وليش عرفت وكيف عرفت وهل عرفت. يعني انت سؤالك انت جبت لي خبر وانا رديت عليك بالخبر حقك. طب وراك معصب الله يهديك، احنا نبغى نسالك بس ابغاك تكون مرتاح علشان يعني تجاوبنا اجابات واضحه. قاعد انا اجاوبك وانا مرتاح وقاعد اضحك. طب من هم اعضاء الشرف المؤثرين اللي مقصودين في اجتهادنا؟ جميع اعضاء الشرف مؤثرين. طيب ايش رايك في الحديث اللي تناولت سلمان القريني من الامير طلال بن بدر؟ شلون؟ الحديث اللي عن وجهه نظره الخاصه، لكن لا يفرضها الامير طلال بن بدر، لا يفرض وجهه نظره الخاصه.
لا تعبر عن وجهة نظر نصراوية؟ لا، في اجتماع هيئة أعضاء الشرف وجميع أعضاء الشرف مجمعين أن الأمير فيصل بن تركي هو رئيس نادي النصر وهو أعرف مصلحة فريقه. يعني يبدون رأيهم، لا شك مسموع رأيهم عند الأمير فيصل بن تركي، ولكن لا يملون عليه ماذا يعمل. طيب، وهذا أنا أعتقد جيدا كل رئيس نادي. جميل. طيب، بسألك سؤال الأخير، أتمنى بعد أنه ما يزعلك. لا أبدا. يعني فيما يخص الأخبار التي تريدون أن تعلنوها لجماهير النصر، شنو الأخبار اللي تعلنونها واللي ما تعلنونها؟ أنت تقول لي قبل شوي في أشياء ليس كل ما يعرف يقال، لما قلت لك ليش ما أعلنتوا استقالة سلمان القريني. طب ممكن نعرف وش الأخبار اللي ممكن تقولونها واللي ما ممكن تقولونها؟ وش نوعيتها يعني؟ شلون؟ إذا أسأل أنا عن أي شيء أنا أجاوب، لكن لا أنقل كل شيء يدور في جنبات النادي. ممكن توضح أكثر؟ يا أخوي بتال، أنت سألتني سؤال وقلت لك أنا سأطلع معك، صح ولا لا؟ وطلعت معك وجاوبتك. غيرك يسألني أنا أجاوبه، لكن أنا لا أتطوع بالحديث عن الأخبار الداخلية في النادي إلا ما يهم، إلا في المحصلة النهائية فقط. طيب، شكرا جزيلا. طارق بن طالب، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، شكرا على هذه التوضيحات. أتمنى كنت إن شاء الله الجمهور يكون فهموا شيئا من هذه التوضيحات.